الفنان محمد رمضان يقيم حفل ثانيا رغم الحادث وبلاش مسيدات. أحيا الفنان محمد رمضان حفلا جديدا في الساحل الشمالي رغم وفاة أحد منظمي الحفل السابق معلقا: الراجل كلمة وهذه مسؤولية. بالرغم من صدمة الحادث الذي شهده حفله السابق، أصر الفنان المصري محمد رمضان على إحياء حفله الثاني أمس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجمهور، مما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر ذلك احتراما لتنفيذ تعاقد مسبق على الحفل، وبين من رأى فيه تجاهلا لحادث مؤسف وفاجعة كبيرة بعد يومين فقط من وقوعها. وفي الحفل قال محمد رمضان على المسرح: أنا عارف إن كتير كانوا متوقعين إني ألغي حفلة النهارده، ولكن ده التزام ومسؤولية. الإنسان الناجح لازم يكون على قد كلمته وقد تعاقده، ودي من صفات الرجولة، والراجل كلمة. إلى ذلك طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة يلا يلا، موضحا أن التوقيت مرتبط بعقد مع شركة أجنبية رغم الجدل الكبير الذي أعقب وفاة الشاب حسام حسني خلال حفله الأخير. علق الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي موضحا سبب طرح الأغنية في هذا التوقيت الحساس قائلا: بالله عليكم بلاش مزايدات، بلاش مزايدات بقى، مشيرا إلى أن ذلك في سياق التزامه بالتعاقد مع شركة أجنبية، أنه لا يستطيع التخلف عن موعد الأغنية المحدد سلفا، مضيفا: محدش بيحب بلده ولا بيقدر رجالتها وجمهوري أدي. شهد الحفل الأخير لمحمد رمضان حادث مأساويا بعد وفاة الشاب حسام حسني أحد العاملين في تنظيم العرض، متأثرا بإصابته جراء انفجار أسطوانة غاز بالقرب منه، وسقطت ألعاب نارية على الجمهور خلال الحفل بمنطقة بورتو الخميس. وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف هار على الفور إلى مكان الحفل لنقل المصابين إلى المستشفيات، كما أنهى الفنان محمد رمضان الحفل وطلب من الجمهور مغادرة المكان من دون إحداث تكدس حتى لا يتسبب ذلك في سقوط إصابات جديدة. يا ترى انتوا شايفين عمله محمد رمضان ده صح؟ ان فعلا دي التزامات، وان الناس بتزايد عليه، وان الراجل كلمة وهذه مسؤولية؟ اكتبوا لي رأيكم في اللي عمله